فيديو النهارده هيكون تكمله للسلسله اللي بدأناها لملخص سلاحف النينجا 2012. نبدأ من الحلقه الخامسه للحلقه الثامنه. الحلقات دي فيها حاجات زي ان دوناتيلو عمل اختراع دمر الدنيا خالص على السلاحف، ودكتور شرير بيقرا الافكار، ومفاجاه كبيره من شريدر. فلو وراك صلاه او اي حاجه مهمه روح خلصها الاول وتعالى اتفرج على الفيديو، كده كده مش هيطير. ويلا بينا ندخل في الموضوع. إنهم سلاحف النينجا أبطال في صدفات ذو القناع الأزرق هو ليوناردو يحارب بالسيف كل من يعترضه، أما دوناتيلو فهو بارع في الآلات، رافائيل جاد لا يحب المزاح، مايكل أنجلو ليس له مثيل، خفيف الظل ويحب الاسترخاء، المعلم سبلنتر أعطاه مهارات يحاربون بها كل العصابات. إنهم سلاحف النينجا أبطال في صدفات. مع بداية الحلقة الخامسة السلاحف كانوا بيلعبوا مع بعض، بس عملوا حاجة غبية شوية، وده اللي بيخلي المعلم يعاقبهم اسبوع من ان هم يقعدوا في المكان وما يطلعوش. ودوناتيلو بيخترع جهاز جديد عشان يشغلوا عليه مزيكا كده، طوروا من حاجات لقاها عند الكرنج. بس طبعا هم زهقوا جامد من ان هم يكونوا قاعدين في البيت كده، فكلهم ما عدا ليوناردو بيقرروا ان هم عايزين يمشوا وما يسمعوش كلام المعلم، بس ليوناردو بيفكرهم وفي الاخر بيقتنع ويطلع معاهم. لما بيطلعوا بيلاقوا حد شكله غريب كده ومش مريح، ويلاقوه بيحاول يفتح باب كده شكله مش طبيعي، فبينزلوا له يضربوه. لما يمشوا بقى بنكتشف ان هم نسيوا معاه الجهاز اللي كانوا عاملينه ده. طورت التكنولوجيا اللي كانت مع الراجل ده، واللي بنعرف بعدين ان هو باكستر ستوكمان. المهم على التلفزيون بيشوفوا خبر ان في شخص بيقتحم مقر شركة شكله طبعا متطور ومعاه حاجات كتيرة جدا، فبيعرفوا ان ده ستوكمان وان هو طور البدلة بتاعته بالجهاز اللي هم كانوا عاملينه ده، فيروحوا علشان ياخدوه منه، لكن بيدشملهم طبعا. وكل الاحداث دي من ورا سبلنتر لحد ما بيحكوا له في الاخر بعد ما بيقفشهم ويقول لهم ان هم لازم يركزوا على ان هم بيواجهوا الشخص اللي جوه الدرع مش الدرع نفسه، عشان في الاخر تحصل مواجهة قوية وبيعرفوا يهزموا ستوكمان عن طريق ان هم يحذفوا خلية نحل في وشه، عشان هم بيواجهوا الشخص مش الدرع. بيهزموه ويرجعوه تاني، وسبلنتر بيقول لهم بقى ان هو مبسوط منهم باللي حصل ده، وبتنتهي الحلقة على كده. بنبدأ الحلقة السادسة بقى بفايت بين السلاحف والكرانج، وبيبان فيه ان دوناتيلو مش عارف يتعامل قوي ومش مبسوط بالعصاية بتاعته، وكمان العصاية بتتكسر اصلا. المهم هم خارجين من الحتة بتاعت الكرانج، دوناتيلو بياخد جسم من عندهم علشان يعرف شغال ازاي وممكن يطوره. ولما بيرجعوا المخبأ سبلنتر بيجيب له عصاية جديدة، لكن دوناتيلو بيقول ان هو عايز يطور سلاح بنفسه، فسبلنتر بيديله الفرصة. المهم دوناتيلو ياخد الجسم ده ويعمل منه ميتال هيد، واللي هو شبه السلاحف لكنه قصير وعنده امكانيات قويه جدا. وعلى الناحيه التانية ابريل بتحاول تتسلل في المكان بتاع الكرانج، وبتخش فعلا وبتعرف ان هم ناويين يدلقوا الميوتاجين في النهر عشان طبعا يأثر على الاسماك والناس نفسها لما تيجي تشرب. المهم السلاحف بيروحوا التلاتة وبيكون معاهم ميتال هيد، ودوناتيلو هو اللي بيتحكم فيه من مكانه. قبل ما يدخلوا عند الكرانج بيقابلوا ابريل، وبيقولوا لدوناتيلو ان ميتال هيد ما يدخلش معاهم عشان لما بيخشوا بيدعكوا، فده اللي بيخلي دوناتيلو يدخل ميتال هيد واللي يعرف يتعامل كويس جدا بيه، لحد ما واحد بالكرانج بيطلع فوقه وبيعرف يتحكم مكانه، وده طبعا بيعمل مشكله. فسبلنتر بيقول لدوناتيلو ان هو ياخد العصايه ويروح. بيوصل دوناتيلو وفعلا بيعرف يوقف ميتال هيد، بس بيروحوا ودوناتيلو بيحسس بتأنيب شويه من اللي حصل ده، لكن سبلنتر بيقول له ان هو كان ليه دور كبير جدا في ان هو ينقذهم باستخدام عقله وعصايه. دخلنا بقى على الحلقة السابعة، وعامل نفسك مش واخد بالك ان الفرق بين التسجيل ده والتسجيل ده 4 شهور. بتبدأ بقى الحلقة بين دوناتيلو ومايكل انجلو بيتمرنوا مع بعض، بس مايكي بيبقى جامد جدا في حتة معينة، ان هو كل شوية يقعد ينط ويتصرف ويتشقلب ويمنع نفسه من ان هو يتضرب. بعد كده يجي المعلم بقى ويشرح له ان انت لو شغلت نفسك ان انت كل مرة ازاي تتصرف وازاي تصد، عمرك ما هتعرف تعمل اي حاجة، ولازم تقاتل من غير تفكير، اللي هو الاوفر ثينك يعني. وبيقول له حكمة كويسة جدا الحقيقة، إذا انشغلت بالتفكير فيما هو آت سوف تفقد الحاضر. وبيقول له جهز نفسك للحركه دي، فهو يقول له على حركه ويعمل له واحده تانية عشان يبين له ان انت لو فاهم انت فاهم انا بتكلم في ايه. بعد كده بقى ننتقل للسلاحف قاعدين مع ابريل وبيتابعوا الاخبار، وبيعرفوا ان في دكتور مهم اسمه تايلر روكويل بيتخطف، وهو من العلماء المهمين في نيويورك. فهم بداوا يشكوا في الكرانج ان هم خدوها زي ما هم خدوا ابو ابريل، وان هم كانوا بيلموا العلماء زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت. بس بنشوف بقى ان الصحافه بدات تمسك صديقه اللي هو اسمه بقى فالكو، ويحكي عن اللي حصل والاحداث وايه الموضوع بالظبط، ان هو بقاله كام يوم بقى ما شافوش خالص، ولما راح له المختبر لقى الدنيا متكسره وهو مش موجود. المهم دوناتيلو وابريل بيروحوا مع بعض على المختبر ده علشان يشوفوا الدنيا هتمشي ازاي هناك وايه اللي حصل بالظبط جوه، لحد ما بيتصدموا بفالكو. بيبقى حاول يضربهم، لكن بيطمنوا ان هم مش جايين يأذوه، وبيحاولوا يفهموا منه ايه اللي حصل. بس الغريب بقى ان هم بيلاقوا ازازه ميوتاجين عنده، فلما بقى يبداوا يسالوه يقول لهم ان هو ما يعرفش اي حاجه
حاجه عن ابو ابريل، وبالنسبه للميوتوجين ده ففي رجل اعمال كبير راح دفع الفلوس في مقابل ان يعمل تجربه على روكويل بالميوتوجين ده. فابريل بتجيب له صوره واحد من الكرانج اللي هو كلهم نفس الشكل اصلا، تقول له هو ده، فيقول له فاحنا نفهم بقى كده ان هو الكرانج هم اللي خدوه. وبنسال بقى فين بقى الحاجات اللي اتعمل عليها التجارب. بيقولوا ان في قرد كان تبعهم، ماشي، هو ركز في الحته دي، كان اسمه ايه، روكويل عنده قرد وكان بيعملوا عليه التجارب بس القرد هرب. المهم لما طلعوا من المعمل دوناتيلو قلب فلاشه كده من جوه المفروض يعني عليها حاجات مهمه. بعدها دوناتيلو لما بينزل بيلاقي القرد في وشه، والقرد بيسلخه يعني يمسكه يمرمطه. لكن لما ابريل بتهديه وبتحاول يعني ايه تخليه يهدى كده، بيبدا ان هو يتصرف بغرابه ويبقى زي البني ادمين كده ويطلع يجري، تحس ان هو يعني ايه اتاثر. فهي دي حاجه غريبه جدا، ازاي قرد وكده. المهم دوني هو راجع متكسع خالص، كل اخواته اتريقوا عليه علشان يعني اتضرب من قرد، فاهم. ودوناتيلو بيبقى قاعد زعلان وانه ازاي باظت منه الخطه وكل ده، مع انه ذكي وكل حاجه. فسبلينتر بيطلع له بيقول له انك ذكي لكن في الفايت نفسه ما تحاولش تركز هنا، وبيشرح له الموضوع بان هو بيمسك مايكل انجلو يحاول يضربه، لكن مايكل اصلا يعني ايه في عالم تاني خالص، قاعد بيسمع اغاني ومع ذلك قدر يتشقلب وينط ويمنع الموضوع تماما ولا كانه يعني ايه شايفه بالظبط. المهم بقى في وسط الكلام ده ابريل بتقاطعهم وبتقول انها اكتشفت حاجه، وان روكويل كان عامل الماده بتاعه الميوتوجين دي معدلها، يعني تخيل هي مش واخدها خام كده، وكان مفكر ان هو لما يحقنها لنفسه هتديله قوه عجيبه بقى ويقدر يقرا افكاره وحاجات زي كده. واضح كده ان القرد ده عنده مشاعر. المهم بيسالوا نفسهم هيتواصلوا ازاي، لكن هنا بقى بيظهر لاول مره التليفون بتاع السلاحف ده اللي هو الصدمه. المهم بعد مطارده مع القرد في الاخر خالص بيربطوه، وابريل بتدرك حاجه مهمه جدا من تصرفات القرد ده، ان القرد هو دكتور روكويل نفسه، وده عمل مشاكل كبيره جدا. وهنا بقى فالكو بياخد دكتور روكويل وبيقول لهم ان هو اتحول ولسه بقى هنشوف هعالجه ازاي وهحاول وكل حاجه، وبيديله مخدر كده. فايه السلاحف بتمشي وخلاص بقى. وسبلينتر بيكون منبهر من ابريل انها ازاي عرفت المعلومه دي، وحس ان في حاجه مش طبيعيه معاها. المهم دوناتيلو هو بيقلب في الحاجه كده حس بحاجه غريبه، ان وفقا يعني العمليات والحاجات دي ان اصلا ما كانش عنده قرد روكويل، وكانش معاه غير دي ان ايه بتاع قرد. فهل ده معناه ان فالكو هو اللي حول دكتور روكويل؟ بنشوف بقى ان فالكو طلع شرير وادى لنفسه عينه من الميوتوجين بتاع روكويل، واللي خلته ان هو يقدر يقرا الافكار. وفي مشهد جامد جدا بيتوقع كل حاجه بتقولها السلاحف وكل حركه بيعملوها وبيعرف يصد كل الاحداث. يجي بقى مايكل انجلو اللي بيعرف يفايت من غير ما يفكر، لكن تفكيره في الموضوع نفسه شتته وخلاه ان هو يتضرب. ما بقالكش في الاخر غير دوناتيلو اللي اخيرا بقى بيحاول ان هو يحكم يعني نفسه مش عقله، يعني كده بالسنس، بيعرف ان هو يواجه فالكو ويقدر يهزمه. المهم فالكو بيهرب والقرد بيتسرح، وبتنتهي الحلقه بان سبلينتر بيجيله فكره ان هو يعلم ابريل انها تكون نينجا بنت اللي هي اسمها كونيتشوا ولا اسمها ايه، كونيتش تقريبا او حاجه زي كده. المهم في الحلقه اللي بعدها بنجيب شريدر بقى بعد ما عرف ان هم سلاحف، ويبقى متضايق من برادفورد ان الخطه بتاعته باظت المره اللي فاتت، ويسيب المره دي الحمل على زفر وان هو يبقى اللي عامل الخطه. المهم على الجانب الاخر ابريل بتاخد السلاحف يروحوا ياكلوا في مطعم ياباني، بس هم بيسالوها يعني تمام ولا ايه الدنيا، بيقولوا ان صاحب المحل كفيف اصلا فهم مش هيشوفوا هم ايه. المهم بيدخلوا المكان بيلاقوا عصابه البيربل دراجون ماسكين موريكابي ده ضرب. المهم السلاحف بقى بيعرفوا يتصرفوا معاهم ويضربوهم، وفي الاخر بقى ليوناردو بيبقى عنده الاوبشن ان هو يموت الكبير بتاعهم يعني او يخلص منه، بس بيقول ان هو ايه يعفو عنه. ده طبعا بيضايق رافائيل لان هو كان شايف ان كده ليوناردو ضعف وانه ما كانش ينفع يعمل كده، بس ليوناردو بيقول ان هو يعني ايه احسن ان هو يسيبه احسن ما يقتله. المهم بعد ما بينقذوه بيعمل لهم اكل بيعجبهم جدا. المهم السلاحف لما بترجع سبلينتر بيقول ان ليوناردو معاه حق. سبلينتر بيقول ان الرحمه مش علامه على الضعف، بالعكس دي علامه على القوه. وبيبقى اغلب المسلسل على فكره سبلينتر بيدي نصايح كده، وشخصيه جميله جدا في المسلسل بصراحه، هو بحيث اللي هو الاطفال وكده يحاولوا يتعلموا منه حاجات لانه بيقول قيم كويسه فعلا في الحلقات. المهم بعدها ابريل بتروح تتعامل على انها شغاله تبع الشرطه عشان تاخد معلومات بطريقه عبيطه جدا، بس بتدخل على الراجل وبيعرفوا ان مكان البيربل دراجون في المكان بتاع الوشم اللي هو بيقعدوا يدقوا وشم هناك مع عصابات بقى وكده. المهم لما بيتبعوهم البيربل دراجون بيروحوا للمخبأ بتاع زفر وبرادفورد ويقولوا لهم ان احنا عارفين مكان السلاحف وتدفعوا كام والكلام ده كله، لكن السلاحف بيخش يقتحموا المكان عليهم ويحصل فايت، لكن زفر بيعمل حسابه. زفر بيبقى جامد جدا في الفايت ده وبيعلم عليهم وبيجيب ناس كمان فوت نينجا ان هم ايه يتصرفوا. فليوناردو بينسحب للمره الثانيه وده اللي بيضايق رافائيل جدا بقى. المهم بعدها بقى برادفورد وزفر بيفكروا هيعملوا ايه، بس طبعا خطه لزفر فبيقول عنده خطه كويسه. فابريل بتيجي المطعم ما تلاقيش موريكابي وبيطلعوا خطفوه ومعلقينه فوق. المهم فبعدها السلاحف في مشهد عجبني قوي بيمسكوا برادفورد كده ويكيسوه ويربطوه، وعملوا حسابهم في حاله ايه لو انت هترمي موريكابي هنرمي برادفورد. بس زفر بالنسبه له قشطه ارمي موريكابي برده مش فارق معاه برادفورد في 60 داهيه، لان اساسا الاثنين ايه بيعادوا في بعض، كل الاثنين مش طايقين بعض اصلا. فبيحصل مواجهه
مواجهة بقى بينهم، وفي المواجهة دي زفر هو اللي بيسيطر وبيبقى خلاص هيخلص على السلاحف. المهم القائد بتاع البيربل دراجون ده بعد ما ليوناردو عفى عنه بيديله السيف بتاعه علشان يعني ايه يرد له الجميل، وده هو اللي ساعدهم ان هم ينتصروا. المهم لما بيرجعوا بقى سبلنتر بيقول له ان انت قوتكم المرة دي كانت في الرحمة، وهو اللي خليتهم ينتصروا. طبعا ليوناردو بيكون مبسوط من ده، ورافائيل برضه بيقعدوا ينكشوا في بعض كده في الاخر. لحد بقى سيبك من الهزار ده كله، نخش بقى على الجد. المهم بقى بنوصل لشريدر وهما الاتنين قاعدين قدامه بيحاولوا يعتذروا ويطلبوا السماح منه، لكن بيقول لهم انه خلاص مفيش سماح. بتنتهي الحلقة بالشكل ده، وكده بنعرف ان شريدر هيتدخل بنفسه في مواجهة مع السلاحف، ونشوف بقى هيعمل ايه بالظبط. فده كده لنهاية الفيديو بتاعنا. ان شاء الله الحلقة الجاية بقى هيكون الفايت بين شريدر والسلاحف لاول مرة، وايه اللي هيحصل وكل الكلام اللذيذ ده. المهم دي نهاية الفيديو، وان شاء الله بقى الفيديو الجاي هيكون مهم جدا. او شكرا جدا على 2000 مشترك، يعني على راسي والله. ان شاء الله نوصل لارقام اعلى وبس. سلام. إنهم سلاحف نينجا أبطال في صدفات زرفا. ذو القناع الأزرق هو ليوناردو يحارب بالسيف كل من يعترضه. أما دوناتيلو فهو بارع في الآلات. رافائيل جاد لا يحب المزاح. مايكل أنجلو ليس له مثيل، خفيف الظل ويحب الاسترخاء. المعلم سبلنتر أعطاه مهارات يحاربنا بها كل العصابات. إنهم سلاحف نينجا أبطال في صدفات زرفا.